مبروك للزمالك، مبروك الف مبروك لجماهير نادي الزمالك. الحقيقه جماهير نادي الزمالك هي اكتر ناس يعني سندت الفريق، بيروحوا ماتشاته، بيحضروا رغم انهم عارفين ان في سوء نتائج جامد جدا واحتلالهم للترتيب الثالث. بس الحقيقه الزمالك يقاوم النهارده، حب يقول انا لسه موجود، انا ما متش. احنا تعبنا بس ان شاء الله هنكمل. الف مبروك للابطال، الف مبروك كاس مصر 29. بجد انجاز جامد جامد في ظل الظروف اللي هم بيمروا بيها، من عدم وجود دعم للفريق. النجوم بتوعه كلهم مشيوا، يعني الفريق بيلعب بدون نجوم اساسيه، مفيش عنده وينجين، الوينجين عنده مش موجودين يعتبر، مفيش رفعات. عشان كده تعالوا شوفوا النهارده بيراميدز كان كل الخطوره جايه من رفعات، من الوينجين. بيلعبوا على الوينجين جامد جدا، بيعرفوا يعدوا، يعرفوا يرقصوا، يعرفوا يباصوا، يعرفوا يرفعوا الكور. ده اللي ناقص دلوقتي نادي الزمالك. طبعا ان شاء الله هيبقى في دعم السنه الجايه، نتمنى خير. الف مبروك للابطال، الف مبروك يا ناصر يا منسي. الحقيقه انت يا ابني عملت مجهود، الحقيقه ما حدش كان متوقعه بالدرجه اللي هي. بين ان انت تفضل وتمشي كانت شعر، وربنا انقذنا وانقذ نادي الزمالك وانقذ جماهير نادي الزمالك. والف مبروك لشيكابالا قائد نادي الزمالك انه يرفع الكاس ال 29. واحتمال هنتقابل مع الاهلي في سوبر بره مصر، او كاس السوبر، او هيتعمل بقى داخلي، الله اعلم. هنشوف هيتعمل فين، ونشوف ان اصلا الاهلي هياخد الدوري لسه في المحكمه الرياضيه ولا لا. الامور دي بتخلص بره الملعب للاسف الشديد، قالها عادل قيع قبل كده. الف مبروك لنادي الزمالك، تحياتي لنادي الزمالك، سلام عليكم.